السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بعمر كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. لايك وشير ودعم القناة، واللي مشترك يشترك في القناة. طبعا بعد اجتماع نادي الزمالك النهاردة مجلس إدارة نادي الزمالك حدث الانقسام بين الأعضاء. البعض يؤيد سليمان وهدان والبعض يؤيد خالد لطيف قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك. طبعا الانقسام ده وعدم الاستقرار وعدم الاتفاق هيتجه، ويعني ممكن بالكثير خالص بكره على الرسم يتجه نحو العضو الاكبر سنا في نادي الزمالك. ده حسب القوانين واللوائح في نادي الزمالك هو علاء مقلد. فالانقسام ده يؤدي ان علاء مقلد يمسك منصب رئيس نادي الزمالك مؤقتا لحين طبعا عقد الجمعيه العموميه. ورسميا النهارده صدور قرار نهائي من الجمعية الأولمبية أو من اللجنة الأولمبية المصرية بعزل مرتضى منصور عن منصبه نهائيا، طبعا بعد صدور الحكم القضائي ضده، ولا يحق له دخول أي انتخابات مرة أخرى. ولكن باقي الأعضاء مجلس الإدارة ده طبعا دول متواجدين قانونا، إلا بقى لو أي حد منهم من الأعضاء تقدم بالاستقالة بنفسه. طبعا الدعوة دي لحين أقرب جمعية عمومية عاجلة، وفيها سيتم انتخابات لرئيس النادي ونائب رئيس النادي. طبعا كان آخر نائب رئيس نادي الزمالك اللي قدم استقالته اللي هو هدهود. الزمالك بيستعد بقوة طبعا لمباراة بيراميدز، لسه معاه 4-5 أيام، في حين الأهلي بكرة عنده مباراة لعب السبت، وعنده مباراة طبعا في الدوري بكره مع الداخلية. الزمالك ما عندوش أي مباراة إلا يوم الجمعة مع بيراميدز. الأهلي طبعا رسميا تأكد غياب محمود متولي، محمد عبد المنعم، وحسين الشحات عن مباراة الداخلية بكره. مباراة الداخلية الساعة 7، واحتمال كبير كمان يعني في كذا لاعب مش هيلعب منهم. ممكن علي معلول مش هيلعب، ديانج مش هيلعب، ومحمد هاني مش هيلعب، واحمد عبد القادر وبيرسي تاو، ويعتمد على باقي اللعيبه وبالذات في الخط الدفاع. يعني هيبقى التغيير كلي خط الدفاع، ولا متولي ولا محمد بن. عندك خالد عبد الفتاح، وعندك ياسر ابراهيم، وعندك رامي ربيعه. في نص الملعب عمرو السوليه وحمدي فتحي، ودول لما يشاركوا برضه المباراه اللي عدت. في الخط الامامي كندوسي، عندك كهربا، وعندك شادي حسين، وعندك محمد شريف. دول احتمال كبير اللي هم الاربعه اللي يلعبوا من ضمنهم. في الكونفدراليه امس الجيش الملكي فاز على فوشيا 2-0، اصبح الجيش الملكي 7 نقاط. بيراميدز فاز على قاره 1-0، بيراميدز 5 نقاط والجيش الملكي 7 نقاط. وفيوتشر يعني نقطتين وقرب لتوديع البطولة. في الدوري المصري أسوان فازت على المحلة 2-1، وسموحة 3-0 على حرس الحدود. الأهلي بيستعد طبعا بكرة، عنده مباراة هامة جدا يوم السبت، مباراته مع القطن الكاميروني في القاهرة. لسه ما تأكدش هل هيتلعب في القاهرة ولا هيتلعب في استاد السلام. الأهلي عنده يعني ما عندوش الا حاجه واحده بس، لازم يفوز. يا جماعه ما حدش يخاف على الاهلي. لو انت بصيت ل 2020 او 2000، هنتكلم بس 2021 و2022، نفس السيناريو اللي بيحصل حاليا حصل قبل كده. يعني مثلا 2021 كان اول 3 مباريات هزيمه، كان عندك اول مباراه عندك هزيمه من سيمبا، وفوز على المريخ في القاهره، وتعادل مع فيتا كلوب كان 4 نقاط ووصل للنهائي وخد البطوله. 2022 هزيمه من صن داونز، وتعادل مع الهلال في الهلال، وفوز على المريخ بصعوبه طبعا، وبرده 4 نقاط ووصل للنهائي. نفس السيناريو السنه دي، طبعا هزيمه من الهلال، تعادل مع صن داونز، وان شاء الله هنفوز على القطن الكاميروني، هنبقى 4 نقاط وان شاء الله نتاهل للنهائي. وعلى فكره لو انت بصيت يعني خلال الاسبوع اللي عدى، مفيش حاجه اسمها بره وجوه. صن داونز تتعادل مع الاهلي في مصر، تروح هناك تتعادل وتفوز. يعني مثلا عندك بلوزداد فاز على الزمالك في القاهره، الترجي فاز على بلوزداد في الجزائر، الهلال كسب القطن في القطن، سيمبا كسب فايبرز في اوغندا في ملعب في فايبر، الرجاء كسب سيمبا التنزاني في تنزانيا، بترو اتلتيكو فاز على غينيا على
فيتا كلوب في الكونغو. وكمان عندك الاتحاد المنستيري التونسي فاز على مازيمبي في بلده في الكونغو. يعني مفيش حاجه اسمها بره وجوه، اللي عايز يفوز هيفوز، عايز يفوز هيفوز. عندك من ضمن الاخبار في البرتغالي بيريرا سيصل القاهره خلال ايام لتولي رئاسه او لجنه الحكام في مصر. ضمن اخبارنا العالميه، مانشستر يونايتد يتوج بلقب كاس الرابطه الانجليزيه المره السادسه في تاريخه بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بثنائيه نظيفه. هزيمه برشلونه في الدوري الاسباني من الميريا 1-0، وهزيمه انتر ميلان من بولونيا 1-0 في الدوري الايطالي. فوز توتنهام على تشيلسي 2-0 ليصل طبعا المربع الذهبي برصيد 45 نقطة. وفوز بايرن ميونخ ليؤمن الصدارة على يونيون برلين 3-0. وفوز بروسيا دورتموند على هوفنهايم 1-0. يعني بايرن ميونخ الأول، والثاني بروسيا، والثالث يونيون برلين. كمان فوز باريس سان جيرمان 3-0 وسحق مارسيليا 3-0، وهدفين لكيليان مبابي، هدفين لمبابي ليصل للهدف رقم 200 ويصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان مع كافاني طبعا. ولكن الفرق ان كافاني جاب ال 200 هدف في 301 مباراة، ولكن مبابي جاب ال 200 هدف في 246 مباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.